تخيل معايا غدا خاصك تعطي واحد الرابور ولا عندك بريزونطاسيون باقي ما بديتيهاش، علاش تخاف؟ وبامكانك تكتب كاع داكشي اللي خاصك لشات جي بي تي وبوم ها هو اي دار لك خدمه ديال سيمانه في دقيقه. حاجه واعره ياك؟ ولكن الى اي دار لك كلشي، واش بصح حنايا كنتعلموا ولا غير كنقلبوا راسنا؟ الا كانت في خباركم بان المغرب راه هو الثاني بلد اللي كيستعمل شات جي بي تي بنسبه كبيره بزاف، ممكن تقول لي واش هذه حاجه مزيانه ولا حاجه خايبه؟ اجابه على هذا السؤال غنجاوبها من بعد، ولكن في البدايه خلينا نعرفوا اكثر واش الاي كيخلينا نتعلموا ولا كيعلمنا العجز. سلام، انا امين، وفي هذا الفيديو اساي نهضروا شويه على الاي والحاله ديالو في المغرب وكيفاش كيعاون الطلبه والتلاميذ، وشنو هما لي ريسكس اللي ما كيبانوش، وكيفاش نقدروا نحسنوا استعمال الاي في حياتنا كطلبه. نتمنى يكون كيعجبكم بحال هذا استمتاع الفيديوهات، وخليونا نبداو بسم الله. خلينا نهضروا شويه على هذيك الدراسه اللي قالت ان المغرب هو الثاني بلد اكثر استعمالا لشات جي بي تي. الدراسه دارتها بي سي جي او بوستن كونسلتينغ جروب على اكثر من 21 الف واحد من 21 دوله مختلفه من اغسطس حتى سبتمبر ديال 2023. الدراسه كانت على جوج ابعاد، البعد الاول هو awareness of AI ومدى الوعي باستعمال تاع الاي. ثاني بعد هو اليوسج اوف اي او استعمال الذكاء الاصطناعي، والمغرب حتى المرتبه الثانيه في اليوسج اوف اي بنسبه 38%، اما الهند احتلت المرتبة الأولى بنسبة 45%. في هذه الدراسة 43% بينوا على الحماس ديالهم على الاي، بينما 29% بينوا على مدى خوف ديالهم من الاي. ورابط هذه الدراسة غادي نحطها في الوصف باش تمشيو وتقلبوا عليها أكثر وتشوفوا الديتاي أكثر. بهذه الدراسة نقدروا نعتبروا أن المغاربة قدروا يستجوبوا بواحد الشكل إيجابي مع الاي تولز، ولكن رغم هذا الاستقبال خاصنا نعرفوا كيفاش نستعملوهم. ولكن قبل ما نبداو نهضروا على كيفاش خاصنا نستعملوا هذا الاي، خليونا شوية ندويو على الاي في المغرب، الحالة ديالو. الاي في المغرب ولا واحد الحاجه اللي ما نقدوش نهملوها. علاش؟ حيت العالم كامل غادي في اتجاه ديال الاي. الجلوبال ماركت سايز ديال الاي واللي كيعني كاع الفلوس اللي استعملاتهم الشركات على وديتي انفستيو في الاي ولا يشريو شي اي تولز غادي في الارتفاع. ففي 2024 كان الماركت سايز هو 638 بليون دولار، وكيتوقع انه يوصل ل 1807 بليون دولار في 2030. يعني تقدروا تخيلوا بان كاع الشركات العالميه وكاع الدول غادي يستثمروا في الاي. علاش؟ حتى هو المستقبل وحتى هو غادي يسهل بزاف تاع الخدامه، والمغرب حتى هو غادي في هذا التيار. كتشوفوا ان الجامعات المغربيه ولات كتهتم اكثر بالاي. على سبيل المثال يو ام سي سبي ولا اليونيفرسيتي محمد سيس بوليتكنيك عندها مركز سميتو اي موفمنت. الهدف ديالو هو يحاول يطور من الحاله تاع الاي في المغرب وفي افريقيا بشكل عام، وبزاف تاع المدارس ولاو كيدخلوا الاي في النظام الدراسي ديالو. على سبيل المثال بزاف تاع اليونيفرسيتي جداد تحلوا كيقريو غير الاي. حنا كنعرفوا ان المغرب حتى هو غادي في هذا الطريق تاع الاي، وهنا نطرحوا واحد السؤال: كيفاش خاصنا نبداو نستعملوا هاد التولز وبالضبط حنايا الطلبه والتلاميذ؟ وهادشي اللي غادي نبداو نشوفوه في الشابتر الجاي. اجي نهضروا على الاي في القرايه. تسمع بزاف تاع الاساتذه يقول لك ما كنبغيوش الاي، وتلقى بزاف تاع الاساتذه اللي كيستعملوه. ولكن خلينا نشوفوا الجانب الايجابي هو الاول. الاي في مجال الدراسه كيعاون بزاف. واحد الدراسه دارتها ماكنزي personalized learning، واللي هو واحد الطريقه للدراسه اللي كتستعمل الاي اللي كيهدف بانه يعطي بروغرام خاص لكل متعلم يرفع من النتائج ب 30%. وفي واحد الاحصاء اللي دارته والتون فاميلي فاونديشن قالوا بان 75% من التلاميذ قالوا ان شات جي بي تي كيخليهم يتعلموا دغيا. الدراسات مزيانين وكل شيء، ولكن خلينا ندويو اكثر علينا حنايا الطلبه، وبالضبط الطلبه ديال المغرب. الاي كيعاوننا بزاف لدرجه بانه ولا واحد الجزء مهم في النهار ديالي مكنش ليا ندوزو بلا ما ندخل شات جي بي تي. على سبيل المثال هو كيعاون في الشرح. هاد الحاجه الا ما فهمتهاش نقدر نقول شات جي بي تي يعاود يشرحها ليا، ولا ما فهمتهاش قد نعاودها لي، قد يبقى يعاود يشرح لي 10 تاع المرات ولا 20 حتى ل 100 مره، كل مره بطريقه مبدله. ولا ما فهمتهاش نقدر نقول يشرحها للدري عنده 6 سنين وغادي يشرحها للدري عنده 6 سنين وغتفهمها مزيان. ولا مثلا هذه حنايا بالنسبه لينا حنا اللي كنكوديو، كان عندك مشكل في شي كود وما قديتيش تلقاه وتبقى معذب فيه، بيكول لشات جي بي تي هو غادي يلقى لك المشكل وغادي يعطي لك الحل، وغادي يعطي لك الحل طريقه اللي مزيانه ويعطيك اكثر سوليوشن اوبتيمال، وغادي يختصر عليك بزاف تاع الوقت. وهنا حنا دوينا غير على ال امز ولا لارج لانجويج موديل. تبقى تقول لي شنو هما هاد ال امز؟ هاد ال امز هما اللي بحال شات جي بي تي ولا كوبايلوت، هو الاي اللي نتايا كتبقى تكتب وتدوي معاه على طريق التكست. تخيل معايا الاي يولي قاد انه يقاد لك ملخصات تاع الدروس ديالك ولا يقاد لك البروغرام ديال القرايه ديالك. باش تخيل وهادشي راه ديجا كاين دابا، المعلومه ولات قريبه. وحتى الا بغيتي تكتب رابور ولا توجد شي بريزونطاسيون
شات جي بي تي قادها لك في 5 دقائق، في بلاصه انت ما كنتي تقادها في السيمانه. دابا حنا ما بقاش خاصنا نتعذبوا ولا نفكروا بزاف، هذه حاجه زوينه ياك، ولكن الا جيتي تفكر اكثر غادي يبان لك بان هادشي زوين غير من برا، ولكن في الداخل كاينين شي حوايج اللي خاصنا نهضروا عليهم في الشابتر اللي جاي. تقول يا ليا كيعاوننا فين كاين المشكل؟ خليني ندوي ليك على واحد الدراسه اللي دارت على علاقه ما بين الاي اي تشات بوت والصحه العقليه، اللي قالت ان الاعتماد بشكل مفرط على الاي اي توز قلل من القدرات العقليه بحال التحليل المنطقي كريتيكال ثينكينغ. الا كنت تعطي لتشات جي بي تي التمرين يخدموا ليك وغادي تنقلو فراك ما تعلمتي والو، وهادشي غادي يخلي دماغك يولف العجز. مثلا تقول بلا ما نتبع مع الاستاذ اللي يحتاج رجع الدار وغادي نسول شات جي بي تي وغادي يشرح لي الدار احسن منه، دماغك تبدا تعجز وكتبدا تقلل من الاتنشن سبان ديالك. وحتى هاد الثقه المفرطه في الاي اي خايبه بزاف ديال المرات اي اي كيغلط، خاصه في العمليات تاع الماط اللي هما كيكونوا كومبلكس بزاف ولا اي حاجه عندها علاقه بالحساب. دابا المودلز اللي عندنا في هاد ال ال امز اللي كاين في شات جي بي تي باقي ماشي بهذيك القوه الكافيه بانه يقد لك واحد السوليوشن ديال الماط اللي هي معقده بزاف. وحتى فين حنايا كنبداو نكوديو وكتلقاو واحد المشكل ديريكت كنمشيو كنعطيو لشات جي بي تي فبلاصه ما نبقاو نفكروا. هنا الصراحه راه غير كنبقاو نكوبيو ونكوليو وما كنتعلموش شي حاجه بزاف، وهادشي الا بقى لمده طويله راه كنبداو نولفوا على العجز. تقول واقيلا غير كنزيد فيه، ولكن عاش في بلاصه ما نبقاو نفكروا في واحد المشكل ونحاولوا نلقاو ليه واحد الحل نمشيو ديريكت لشات جي بي تي بلاصه ما نعتمدوا على ريوسنا كنعتمدوا بزاف على شات جي بي تي. ما ننساش بان شات جي بي تي دار بزاف تاع المشاكل في النظام الدراسي حتى هو، مثلا خلى النقله بانها تكون حاجه اللي سهله بزاف. على سبيل المثال دغيا كتبقى تصور هذيك الورقه تاع الامتحان ولا تعطيه السؤال ودغيا كيعطي لك الحل ديالو. هنا انا كاع ما كنقول بان الاي اي خايب وباننا ما خاصناش نبقاو نديروه، انا غير عطيت بعض الحوايج اللي هما سلبيين في الاي اي اللي كيأثر الاي اي على الطلبه. دابا تقد تسولني كيفاش نقدروا نستعملوا الاي اي بواحد الطريقه اللي مزيانه، نحاولوا ناخذوا الايجابيات اكثر من السلبيات، وهذا الشيء هو اللي غادي نشوفوه في الشابتر اللي جاي. قول لي دابا كيفاش تستعملوا الاي اي بطريقه اللي مزيانه؟ تعرفي انك تخلي الاي اي واحد اللي يساعدك ويعاونك ماشي تخليه واحد اللي يفكر في بلاصتك. نعطي امثله، فمثلا نقولوا بان الاي اي كيعطيك تخرج ديال شي تمرين بالديتاي وبالتفصيل، خاصك دير هو انك تتبع من البدايه حتى الاخر، ولا ما فهمتيش شي حاجه من الايطاب تاع ديك التخراج غتسول شات جي بي تي بلاصه ما تنقول كلشي بلا تفكير. زائد حاول الا كنتي غدير بريزونطاسيون ولا رابور اي اي يعطيك غير التمبليت ولا النقطه المهمه ولا يعطيك لي ريسورس ولا المعلومات يقدروا يعاونوك، وانت من بعدها حاول توسع هذيك الفكره من خلال بانك تقلب مصادر اخرين من غير شات جي بي تي ولا الاي اي. انا عارف بان الاي اي كيسهل في بزاف تاع الحوايج، وكيف بلاصه حتى من تاخذ واحد لانفورماسيون من عند الاي اي حاول تاخذها من دوكيومونتير، واخا عارف ديك المونتير كيكونوا طوال ديال ساعه ولا ساعتين، ولكن هادشي كيخليك تعاون بانك تقد تتبع لواحد الحاجه لمده طويله بزاف، على عكس الاي اي كيعطيك واحد المعلومه اللي دغيا وفي الثواني. واحد نقطه اخرى بان الاي اي ما يبقاش يعطيك كلشي، تقد تلقى معلومه اللي قالوها في الدوكيومونتير وشات جي بي تي قد ما يقولهاش. ومثال اخر بالنسبه للناس اللي كيكوديو، الا مثلا كنتي كتكودي ولقيتي شي ايرور حاول ديبوغ الراس وحاول تلقى فين كاين ليغور راسك، الا ما عرفتيش عاد عطي شات جي بي تي وفهم داكشي اللي بدلوا لك وفهم علاش جات داكشي ولا نقص داكشي. هادشي كيخليك تطور واحد النوع من كريتيكال ثينكينغ وكيخليك تعرف فين كتلقى لي زيرور، ومده بعد المده كيولي هادشي كيولي واحد الباترن اللي عندك بانك تبقى تلقى دي زيرور دغيا. مثال اخر نقدر نزيد وفي البلاصه بانك ما تعطي لي اي يدير لك انت الريزومي، حاول انت اللي دير الريزومي الراس. الا خديتي ريزومي ديال شي واحد ولا خليتي اي اي اللي يدير لك الريزومي ما تحفظوش وتقد ما تفهموش. احسن انواع تاع لي ريزومي هما اللي نتايا كديرهم وبالضبط اللي كتكتبهم بليديك، اللي كتحتاج فيهم ورقه وستيلو. هادو احسن انواع تاع لي ريزومي هما اللي كيتحفظوا دغيا. كاين بزاف تاع لي توز، وكاين هاد التوز تاع الاي اي نخليهم يكونوا بحال واحد الاسيستنت ديالنا ماشي شي واحد اللي كيفكر في بلاصتنا. عرف ان الاي اي كيسهل بزاف تاع الحوايج، ولكن ما خاصناش نجيدو في الاستعمال ديالو، خاصنا نوازنوا ونعرفوا كيفاش نستافدوا منه بلا ما يضرنا. هادشي اللي جاي في المستقبل، هاد التوز اللي جايين ما بقاش كل كيعرف كيفاش يخدمهم، بانك تعرف كيفاش وامتى خاصك تستخدمهم، حيت اي حاجه الاستعمال ديالها زاد على حدها تنقلب ضدك. وفي الاخر كاع هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هو من وجهه النظر الشخصيه ديالي، الا كان عندك راي ديالك اكرو لينا في الكومونتير. وفي الاخر الا عجبكم بحال هذا الفيديو ايسايز قولوها ليا باش نزيد منهم، ولا بغيتو فيديو ايساي على الاي اي بصفه عامه قولوها ليا في الكومونتير. وفي الاخر نبغي نقول لكم السلام عليكم وتلاقاو في فيديو جاي.